3 مميزات من انستجرام بس اغلب الناس ما تعرفهاش. اول حاجه هتعملها هتدخل على السيتنجز اند برايفسي من اعدادات انستجرام وتدوس عليها، وهيظهر لك هنا كلمه نوتيفيكيشنز او الاشعارات. لما تدوس على الاشعارات اول ميزه عندنا هي الاختيار الاولاني اللي اسمه بوز اول او توقف الكل. لما بتختار الاختيار ده بيدي لك اختيارات انك توقف اشعارات انستجرام ما يجيلكش اي حاجه من ربع ساعه لغايه 8 ساعات على حسب اختياراتك. يعني لو قلقان من مسج معينه تجيلك في وقت معين تقدر تعمل مثلا ساعه واحده ما يجيلكش اي اشعار، او ساعتين او 4 او 8 على حسب ما انت عايز. وتاني ميزه معانا هي اللي بعدها على طول اللي هي الكوايت مود او وضعيه الهدوء. لما بتدوس على الاختيار التاني ده وتفتح الكوايت مود او تفعله من هنا بيدي لك اختيارات انه ايام معينه في الاسبوع في توقيتات معينه بالظبط بتبدا من هنا من الساعه 12 او تقدر تغير الساعه زي ما انت عايز لغايه الساعه 7 بالليل مثلا. وتقدر تختار ايام الاسبوع اللي انت عايز فيها انستجرام ما يبعتلكش اي اشعارات في التوقيتات اللي انت بتحددها، وتقدر طبعا تثبت مواعيد معينه وبعد كده لو حبيت تغيرها تقدر من نفس الاختيار انك تغير. وثالث ميزه معانا هي في الكولز او المكالمات. لما بتدوس على المكالمات تقدر تختار انك تقفل كل الفيديو تشات اللي يجي لك على انستجرام في اي وقت، او من الاختيار الثاني تختار ان الناس اللي انت عامل لها فولو بس هي اللي تقدر تكلمك فيديو شات او فيديو كول. ولو عايز كل الناس تكلمك تقدر تسيبها في الاختيار الاخير، وانا بنصح كل الناس انها تسيبها على وضعيه الاوف او الاغلاق. انهي واحده من الثلاثه المفضله بالنسبه لك؟ فكر واكتب لي في التعليقات. وانا تامر، وفي الاخر بقى ما تنساش تعمل سيف الفيديو، شير مع اصحابك، فولو عشان تشوف الحاجات الجديده.